السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهارده بقى جايين من اكل بقى، بنعمل اكل من قلب المطبخ المصري. هتيجي بقى هنا في قناتي كده تشوفي كل حاجة من قلب المطبخ المصري الاصيل. هنعمل مع بعضنا روتينات واكلات شعبية وافكار بسيطة وطعم بالاخر يخطف القلب. تابعوني بقى عشان نشوف كل الاكلات الجديدة من اكل المصري الاصيل. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده بقى عملنا ايه الاكل المصري الاصيل اللي عندك؟ الفول والبتنجان والبطاطس المهروسه، مفيش بيت في مصر ما عملهاش. تعالوا بقى النهارده سلقنا حبه بطاطس كده، شايفين المطبخ وحلاوته الاول. يعني انا بعد ما نضفت المطبخ قلت يا جدعان هنعمل اكل، يلا نعمل اكل مصري اصيل كده. رحت عملت بطاطسين 3 كده، حبه بطاطس ناخدهم ونروح سلقينهم ونخليهم يستووا كويس. خدوا بالك يستووا كويس. ونزلنا بقى في طاسه تاني، جبنا حبه بتنجان وحمرناهم. اهم حاجه في البتنجان بقى وحلاوته كده وانت بتحمريه، دوس عليه بالشوكه تلاقي البتنجانه نزلت معاكي، ما تطلعهاش ناشفه، خليها تكون مستويه من جواها ومن براها. وجبنا طاسه تاني ونروح مقطعين حبه بقى بصلتين حلوين عشان نعمل ايه الفوله بقوطه. تمام، هو ده الاكل اللي يسد بجد معاكي. قطعنا طماطمتين على قرنين فلفل كده حامين، ورحنا مقلبينهم ورشين عليهم رشه ملح. رشه ملح في الاول كده، ايوه رشه ملح في الاول كده عشان تخلي الطماطم معاكي تدبل وتستوي على طول معاكي، تلاقيها اتسبكت كده. ورجعنا بعد كده تاني للبتنجان. بصوا البتنجان كل شويه كده طول ما انت واقفه في المطبخ صلي على النبي واذكري ربنا واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. حمرنا البتنجان، وبعد ما حمرنا البتنجان ما ينفعش من غير الفلفل. يلا بصوا ادي الفلفل حمرناه قوام. حمرنا حبه فلفل حلوين كمان، بس خدي بالك انا مش بنحمره لحد ما ينشف، يعني ايه ياخد وش بس كده، وش يمين وش شمال وطلعيه على طول، عشان لو الفلفل سبتيه على النار هينشف وتقولي بابا موسى بوظت لي الفلفل. واهم حاجه ونشوف في المطبخ نظافه المطبخ، ما ينفعش المنظر دوت وتسيبي فيه زباله، لا مؤاخذه يعني اعزكم الله. فضينا على طول لا مؤاخذه الحاجات اللي ملهاش لازمه، ورحنا بقى نزلنا على طبق الفول بتاعنا دوت بمكعب ماجي. اللي ما بيحبش الماجي خلاص براحته، بس انا عامه بحب الماجي. قلبناهم تقلبتين حلوين، وما تنسيش انك حطيتي ملح، يعني خدي بالك هتحطي ماجي يبقى تقللي الملح معاك عشان الماجي بتظبط مستوى الملح في الاكل. ونزلنا عليه بعلبه الفول او كيس الفول اللي موجود وقلبيه كويس. استني انت رايحه فين كده؟ اشتركي يلا في القناه ودوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ودعم اختك ام سما. هنجيب بقى ايه الدقه بتاعت البتنجان بتاعتنا الحلوه، قرنين فلفل 3 كده حلوين، وقرنين فلفل حمر كمان مع فصين توم، ودقيهم لحد بصي طلعي غلبك كله فيهم، وانزلي عليهم بمعلقتين الخل وقلبيهم كويس. بعد ما تقلبيهم سيبيهم شويه مع بعضهم عشان الطعم يتجانس كله ببعضه. وامسكي البتنجان بقى احشيه واحده واحده. بصوا لحلاوه البتنجان، وادي الفول قوطه بقوطه تمام. وتعالوا بقى كلوا معانا قوام. اللهم بارك، سفرة هنية تكفي 100. قولوا لي ايه رأيكم، وقولوا لي الاكلات الشعبية اللي بتعملوها. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.